توجيه الشكر الجزيل لملتقى ثوار التحرير لاونج على استضافة المؤتمر. وهو مش أول على فكرة يعني تعاون بيننا. التحرير لاونج مجموعة من ثوار التحرير أيضا بيقوموا بأنشطة كثيرة جدا. بمجرد إن احنا عرضنا الفكرة تحمسوا ليها كبصمة من التحرير لاونج في هذا المشروع القومي الكبير. وأنا بقول الكبير لأن أنا عندي أمل، يعني أنا عندي أمل إن احنا نقدم ملفات لحلول لمشكلات كتير في مصر من خلال شغلنا على الأرض ومن خلال تبني كل مجموعة فينا لأحد هذه الملفات. الدكتور أيمن وزيري هو أستاذ الآثار المصرية القديمة ومسجل فكرة مشروع للقانون في شرع عقاري وعامل دراسة عن القانون القديم. هيقول لنا العيوب القانون القديم والأمل في مشروع قانون جديد يتفادى هذه العيوب ويكون فعلا قانون ما هوش تفصيل زي القوانين اللي عملوها قبل كده اللي بتشترط ان انت ممكن تعمل اي مستنسخ لكن لو بخامة مختلفة او مقاييس مختلفة. طبعا ده تحايل كان على الموقف. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع قانون أو مشروع حقوق الملكية الفكرية أو حقوق الملكية التراثية والثقافية بالتطبيق على الآثار والتراث الحضاري المصري في كافة مجالات الشؤون الأثرية والتراثية عبر العصور التاريخية والحضارية موضوع قديم، ولكن يعني أنا لن أطيل كثيرا. سأذكر بعض النقاط السريعة. في عام 2011 وخاصة بعد ثورة يناير اجتمعنا أنا وبعض الشباب وبعض المسؤولين في الآثار وكان منهم الأستاذ عمر الحضري والأستاذ أحمد سعد والأستاذ انتصار وكان موجود المكان في قصر المنيا قصر محمد علي وكنا بنناقش حقوق الملكية الفكرية وقلنا إن احنا هنعمل معرض يسمى معرض شهداء الثورة وكنا عايزين ان هو يدور على 14 دولة أوروبية وعلى هامش هذا المعرض أو المؤتمر كنا هنناقش مؤتمر حقوق الملكية الفكرية. حاولنا ان احنا نجيب بعض الدعم وبعض التمويلات لكن الفترة دي كانت فترة صعبة وبعد فترة من هذا الاقتراح تدخل أحد المسؤولين الكبار آنذاك وهو كان الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار وقال إن هو هيمول المشروع والمعرض ب5 مليون جنيه مقابل إن هو المعرض يطلع تحت رعاية سفير شباب الثورة. لما جت ستة معانا حاولت بالبرميل الأخوان